السلام عليكم البنات، نتمنى تكونوا في احسن الاحوال وانتم كتشاهدوا الفيديو ديال اليوم ان شاء الله غنصاوب معكم بيتزا كتوجد في 10 دقائق، سهله وسريعه وكتجي لذيذه في المذاق. نتمنى انكم تكملوا معايا الفيديو للاخير باش نصاوبوا هذه الوصفه مع بعضياتنا. ونتمنى الا كنتوا اول مره كتشوفوا هذا الفيديو ديالي ومازال ما مشتركينش في القناه انكم تشتركوا وتفعلوا الجرس باش ان شاء الله يوصلكم الجديد. المكونات اللي غنحتاج في هذه الوصفه عندي هنايا 3 الكيسان ديال الدقيق ديال العنبه، عندي واحد الخميره ديال الحلوى، واحد ياغورت طبيعي، وعندي ثوم بودره يعني اختياري ماشي ضروري، هنا عندي الزعتره اولا الزعتر اللي متوفر عندكم باش نسمو، وعندي جوج ديال البيضات، عندي شويه الملح وشويه البزار. هادو هما المكونات اللي غنحتاج، وغنبداو على بركه الله في الوصفه ديالنا. غادي نخلط الدقيق مع خميره ديال الحلوى، مع الملح والزعتره اولا باش ما بغيتو تنسمو، غندير البزار، ثوم بودره اختياري واحد شويه، بالنسبه للياغورت غادي نستعمل تقريبا ياغورت كله، كما شفتوا انا عندي الياغورت كامل. الا بغيتو ديروا النصف ديال الكميه غديروا النصف ديال هذا الياغورت مع بيضه وحده مع كاس ونص ديال الدقيق. وغادي نخلط مع جوج ديال البيضات، وغادي نخلط هاد المكونات. غادي نخلط مزيان حتى يعني تجمع ليا الخليط ديالي. كما شفتوا البنات في الاخير جمعت بيديا، من الاحسن تجمعوا بيديكم حتى يتجمع لكم الخليط مزيان. بالنسبه للعجينه، العجينه كنخليها كتكون باقا رطبه، يعني ماشي نقصحوها بزاف، تكون باقا رطبه وكتلصق في اليد. من بعد كناخذ المقله، يعني كندهنها بشويه ديال الزيت العاديه هكا باش كتحمر ليا من التحت العجينه ديالي، وحتى الا كان ممكن انه يكون شي التصاق فكنتفاداوه. بالنسبه لي انا هنا درت 3 ديال المقلات، ولكن هاد نفس العجين اللي استعملت احيانا كندير 4 المقلات وكتجي مزيانه، يعني ممكن ديروا حتى 4 المقلات، فالعجين كيعطينا حتى 4 البيتزات. كناخذ كميه من العجين، كنحاول انني كندير في يديا شويه ديال الزيت هكا باش ما يلصقش ليا العجين في يديا، وكنسرحو باش كيكون رقيق لانه كيتنفخ. نسرحوه مزيان شويه بشويه. من بعد ما كنسرح يعني كندوز كنسرحهم كاملين الكويرات اللي عندي. الا بغيتوا البنات يعني ديروا غير النصف ديال الكميه، فممكن ان النصف ديال هذه الكميه هذه يخرج لكم حتى يعني جوج بيتزات كبار. من بعد كنثقبهم هكا بالفورشيط باش العجينه ما كتنفخش بزاف. بالنسبه لاصوص طوماط انا هنايا استخدمت غير يعني مطيشه عاديه طماطم حكيتها،
في الحكاكه، وزدت عليها شويه ديال زيت الزيتون وطماطيشه الحك، يعني ما درتهاش، درت غير زيت الزيتون، شويه د الملح والبزار والزعتر صافي، وخليتها هكا شويه حتى طابت ودهنت بها العجين مباشره هو باقي خضر صافي. وكنسرح عليه البصله، يعني انا درت هنايا داكشي خضر، يعني بيتزا سريعه باش كطيب دغيا وكنوجدوها دغيا. خديت غير البصله قطعتها يعني رقيقه، والفلفله حلوه حتى هي قطعتها رقيقه، وكنستفها هكا فوق من لاصوص طوماط. وخديت الطون حتى هو درتو من الفوق. ممكن انكم تشحروا البصله والفلفله، يعني دوزوهم في المقله هكا قبل. انا اختصارا للوقت فدرتها غير هكا بدون ما نطيبها. ودرت حتى الزيتون من الفوق الا كنتو يعني كيعجبكم الزيتون. وخديت الفرماج احمر والموتزاريلا، ودرت حتى الموتزاريلا اللي يعني كنصاوب انا في الدار حتى هي كنخلطها معاهم، كنخلطهم بثلاثه وكنديرهم فوق من العجين، فوق من العماره عفوا. وبالنسبه لصلصه الطماطم تقادات ليا الصلصه اللي مولفه كندير يعني بقشور الطماطم، صراحه كتكون زوينه، هنا كانت تقادات ليا. وان شاء الله غادي نخلي لكم الرابط ديالها في صندوق الوصف الا بغيتو تجربوها وتعتمدوها، لانها كتجي زوينه في اي حاجه، في اي وصفه فيها صلصه ديال الطماطم ممكن تستخدموا هذيك الصلصه اللي كنديروها غير من القشور، فما كنرميوش هذوك القشور وكنستغلوهم، كتعطينا واحد الصلصه زوينه. وبالنسبه لهاد البيتزا الثانيه نفس الطريقه، يعني درت البصله والفلفله والثوم، وغادي ندير حتى زيت الزيتون والفرماج. الفرماج حتى هو البنات غنخلي لكم الرابط ديالو في صندوق الوصف الا بغيتو تجربوه. فرماج موتزاريلا يعني شبيه ديال الفرماج موتزاريلا اللي بغيتو تجربوه، حتى هو كيجي زوين الا بغيتو تخلطوه هكا مع الفرماج احمر. صافي هنايا درتهم بثلاثه، عاود درتهم فوق من البيتزا. وكناخذ زيت الزيتون، كندير واحد المعلقه ديال زيت الزيتون في كل عجينه من الفوق. وكيعجبني يعني نزيد حتى الزعتر اولا الزعتره من الفوق على حسب اللي متوفر عندكم، بجوجهم كيجيو زوينين في البيتزا. انا استخدمت الزعتره هاد المره صافي. وكنغطيو هكا من الفوق وكنديروها فوق النار مهيله. انا درت دوك جوج بيتزات يطيبوا، والعجينه الثالثه حتى هي درت ليها لاصوص طوماط ودرت ليها غير السبانخ بوحدها، يعني هذه فقط بالسبانخ وبصلصه الطماطم وبالفرماج حتى هي جات لذيذه. السبانخ ما احتاجيت ندير لهم حتى شي حاجه، غير جبدتهم من المجمد ودرتهم هكا من الفوق بلا ما ندير لهم لا يعني لا ملحه لا بزار لا والو، لانهم هما اصلا فيهم الطعم يعني مالحين وكيعطيو مذاق لذيذ، يعني سهله وسريعه. انا غير سرحتها من الفوق ودرت ليها الفرماج حتى هي البنات جات بنينه بزاف. انا كيعجبوني السبانخ، كنحاول ندخلهم في اي حاجه ومفيدين الكبار والصغار. ومنين نكون دايره يعني العجين اولا البيتزا ديالي كيطيب فوق النار، يعني نرد معاه البال لانه كيتحمر دغيا. وهاد البيتزا البنات راه هي درت لها زيت الزيتون من الفوق ودرت لها الزعتر. ها هي البنات كما شفتوا هنايا راه يعني صافي تقريبا راه طابت. داب عليها الفرماج من الفوق كما قلت لكم، النار تكون مهيله، وحاولوا الا قدرتوا مره تحركوا المقله هكا وهكا باش كطيب لكم من الجناب كاملين، ما كطيبش غير من الفوق غير من الوسط عفوا. من بعد ما طابت هكا كيكون الشكل ديالها، راه كتجي محمره من التحت وكتجي طيبه وخفيفه، والعجينه ديالها صراحه لذيذه بزاف. وهاد البيتزا راه كتختصر الوقت بزاف بالنسبه للناس اللي كيبغيو يوجدوا يعني وجبه سريعه سواء الغدا ولا العشاء، لانه كاينين بزاف الناس اللي كياكلوا البيتزا في الغدا وكتجي زوينه وخفيفه، خصوصا ملي كيسخن دابا الحال. ملي كيسخن الجو شويه بشويه كنبغيو بحال هاد الاكلات حتى في الغدا.
هاد البيتزا البنات ما كتاخذش نهائيا الوقت، يعني 5 دقائق باش غطيب و5 دقائق باش غادي تعمريها، يعني سريعه جدا، في 10 دقائق كتكون واجده عندك. ان شاء الله البنات تجربوها وتعجبكم، لان لاباط ديالها زوينه، واهم حاجه انها ملي كتشهيها كتنوضي توجديها دغيا بلا ما تسناي العجينه يعني تخمر وتعاود ثاني يعني كتاخذ وقت بانها تخمر. المره الاولى عاد كنعاودو نسرحوها ونطيبوها. كما شفتوا راه كتجي زوينه البنات، نتمنى انها تعجبكم. وهذه البنات ديال السبانخ هي هذه، كما شفتوا حتى هي كتجي زوينه. ندير نقطعها معكم باش تشوفوها كيفاش كتجي، وانتوما كتحكموا في السمك ديال لاباط. هنا هاد لاباط هادي جاتني شوي غليظه واحد شويه، ولكن صراحه جات زوينه. مره يعني في المرات الاخرى كندير من هاد العجينه 4، فكتجي لاباط رقيقه اكثر. نتوما كتحكموا فيها. ونتمنى انه الى عجبكم هذا الفيديو تشتركوا في القناه بالنسبه للاخوات اللي مازال ما مشتركينش، وتفعلوا الجرس وديروا جيم لهذا الفيديو. وشكرا بزاف على المشاهده.